تفتكر لو شُفت عفريتة طالعة لك في الأوضة تساعدها والّا تجري؟ في فيلمنا النهارده إسماعيل ياسين مش بس شاف عفريتة، دي رقاصة كمان. فيلمنا هو عفريتة إسماعيل ياسين من كلاسيكيات الكوميديا المصرية، ويالّا نبدأ الحكاية. إسماعيل شاب طيب وغلبان، ساكن في حارة شعبية مع أمه وبيشتغل قهوجي في مالها ليلي. حياته بسيطة جدًا لحد ما بيتورط في حاجة أكبر من دماغه. في الملهى بنقابل كيتي الرقاصة المشهورة اللي كل الزباين بيجوا مخصوص عشانها، لكن في راجل واحد كان ناوي على حاجة غير الرقص. صاحب الملهى عادل مديون ومزنوق وعنده بوليصة تأمين ضخمة على حياة كيتي، فيقرر يتخلص منها وياخد الفلوس بمساعدة صاحبه الشرير حميدو. كل ما يحاولوا ينفذوا الخطة إسماعيل بالغلط يبوظ لهم كل حاجة، وهو مش فاهم أصلا إن في جريمة بتحصل حواليه. في لحظة ظلام كيتي فعلا بتتقتل، وإحنا بنتفاجئ زي إسماعيل، بس الصدمة الحقيقية لسه جاية. كيتي بترجع كعفريتة وبتظهر لإسماعيل وتطلب منه يساعدها تكشف القاتل وتنتقم. وإسماعيل مش عارف يصدق نفسه، هو في فيلم رعب ولا لسه في ملهى؟ العفريتة بتبدأ تعمل مقالب عشان تساعده، تطلعه من الشباك، تبوظه مع خطيبته وتخليه يتهزق من كل الناس، وهو مش عارف يشرح لهم إن في رقاصة ميتة بتكلمه. إسماعيل يبدأ يكتشف أدلة، ومع مساعدة العفريتة بيوصل للمسدس وورق التأمين وكل حاجة بتفضح القتلة. في لحظة مواجهة مجنونة، العفريتة بتقفل الأبواب، النور يقطع والقاتلين يترعبوا والبوليس يخش في اللحظة الصح. إسماعيل أخيرا يثبت براءته. كيتي بتشكره وتختفي وهي مبتسمة. إسماعيل بيرجع لخطيبته والفرح يقام والناس ترقص، لكن في سؤال بيفضل في دماغنا: هل فعلا حصل ده ولا العفاريت بقت بتحب الكوميديا؟ لو عجبتك الحكاية اعمل لايك وسبسكرايب، وقولنا في الكومنتات لو شفت عفريتة زي كيتي هتساعدها ولا تجيب شيخ الحارة.